السلام عليكم، معكم يونس من قناة أفكاري بالليل. اليوم جبت لكم فيديو على واحد السؤال اللي كيطرحوه بزاف ديال الناس، اللي هو علاش الماء القاطع كيذوب الحديد ومواد كثيرة ولكن ما كيذوبش القرعة اللي كنخزنوه فيها. الماء القاطع المعروف ايضا بحمض الهيدروكلوريك، هو واحد من اقوى الاحماض اللي كنعرفو، كيذوب الحديد النحاس وحتى الحجر في بعض الاحيان. ولكن العجيب هو انه ما كيأثرش على البلاستيك او القرعة اللي كيكون فيها. الماء القاطع هو حمض قوي بزاف وكيتكون من جزيئات ديال الهيدروجين والكلور. ملي كيتعرض الماء القاطع لاي ماده، جزيئات الهيدروجين والكلور كتفصل الروابط بين الذرات ديال الماده اللي كتلقاها قدامه وكيبدا يذوب فيها. هذا التفاعل الكيميائي كيكون قوي بزاف، حيت الحمض كيحاول يخفض درجه الحموضه ديال الماده اللي كيلقاها قدامه. هذا الشيء اللي كيخليه يقدر يذوب المعادن البلاستيك وحتى الزاج. القرعه اللي كيكون فيها الماء القاطع كتكون مصنوعه من مواد خاصه اللي كتسمى البولي ايتيلين او البولي بروبيلين. هاد المواد البلاستيكيه معروفه بانها مقاومه للتفاعل مع الحمض، بمعنى اخر الحمض ما كيقدرش يخترق هاد المواد ولا يذوبها بسهوله، حيت السطح ديالها ملس ومعزول كيميائيا. البلاستيك اللي كيصنعوا به القرايات ديال الماء القاطع عنده جزيئات كبيره اللي ما كتفاعلش بسهوله مع جزيئات الحمض. البلاستيك معمول بطريقه اللي كتخليه يبقى ثابت وما يتاثرش بالمواد الكيميائيه القويه بحال الحمض. هذا البلاستيك عنده روابط كيميائيه قويه اللي كتحميه من التفاعل مع الماء القاطع. الشركات اللي كتصنع الماء القاطع كتعرف شحال هاد الماده قويه، داكشي علاش كتعتمد على هاد الانواع ديال البلاستيك باش تخزن فيه الحمض بلا ما يوقع اي تفاعل. يعني هاد البلاستيك عنده واحد القدره كبيره في المقاومه وكيتحمل الحمض القوي بلا ما يتاثر. بزاف ديال الدراسات في مجال العلوم الكيميائيه بينات ان البولي ايتيلين والبولي بروبيلين هما من بين المواد البلاستيكيه اللي كيتميزوا بمقاومتهم العاليه للتفاعل مع الحمض القوي. هادشي اللي كيعني ان هذا البلاستيك قادر يحتفظ بالحمض لفتره طويله بلا ما يوقع لا تاكل ولا ذوبان. اذا السبب اللي كيخلي الماء القاطع ما يذوبش القرعه ديالو هو ان القرعه مصنوعه من مواد بلاستيكيه خاصه ومقاومه للاحماض واللي عندها تركيبه كيميائيه قويه. هاد المواد البلاستيكيه ما كتمكنش الحمض من التفاعل معها، وهذا اللي كيخلي القرعه تبقى امنه وتقدر تحتفظ بالماء القاطع بلا مشاكل. واخيرا، اللي عندكم شي سؤال ولا بغيتو تعرفوا شي حاجه خليوها ليا في التعليقات وانا غادي نحاول نجاوب عليها. وما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب باش تبقاو معنا ديما في الجديد.